السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناة عالم ليمو. النهاردة معادنا مع فيديو جديد وهنتكلم فيه عن باستيد، إحدى آلهة قدماء المصريين. باستيد إحدى آلهة قدماء المصريين، عبدت على هيئة القطة الوديعة، أدمجت مع المعبودة سخمت في الدولة الحديثة، حيث تمثل سخمت في هيئة اللبؤة المفترسة، فعندما تغضب باستيد تصبح سخمت وتنتقم من الأعداء ومن هو ذو خلق رديء. كانت مدينة بوبستيس تل بسطة مركز عبادتها، وترمز القطة إلى المعبودة بستة ابنة معبود الشمس رع، التي كانت تصورها الرسومات على شكل امرأة لها رأس قطة، لذا تعتبر باستيد معبودة الحنان والوداعة. فقد ارتبطت باستيد بالمرأة ارتباطا وثيقا. استأنس المصري القديم القطة لملاحظة إنها كانت تصطاد الفئران التي تدخل صوامع الغلال، تأكل منها وتفسدها، كما قام المصري القديم بتربيتها في البيوت، وعند موتها كان يحنطها مثلما يحنط موتاه. وقد عثر في مصر على أحد المقابر الكبيرة تحتوي على نحو 1,000,000 من القطط المحنطة، تحنيطا بالغ الدقة والإحكام، تنم على احترام كبير لها. ذكرت المعبودة باستيد في نصوص الأهرامات منذ عهد الأسرة القديمة، ومثلت في هيئة لبؤة أنثى الأسد، وكانت اللبؤة مقدسة أيضا لدى قدماء المصريين وأسموها سخمت. لذلك يختلط على الباحثين قراءة النصوص المصرية القديمة هل هي باستيد أم سخمت، وفي بعض النصوص يظهر اسم باستيد مصحوبا بالرمز التصويري لها كقطة البيت جالسة. باستيد كانت تمثل كمعبود الخصوبة في هيئة القطة، أو في هيئة امرأة رأسها رأس القط أو رأس اللبؤة. كانت تمثل الخصوبة والحب والحنان وحمية المرأة الحامل، وكانت تمثل أيضا الفرح والرقص والموسيقى والأعياد، كما كان لها أيضا صفات غير الوداعة مثل الغضب والافتراس. ومع التطور التاريخي فقد اقترنت في العصور المتأخرة بالمعبودة سخمت المفترسة، وهي اللبؤة التي تمثل الناحية المفترسة لباستيد عندما تغضب. سادت عبادة باستيد في مدينة بابوستيس بالوجه البحري، وكانت تعد أمل للمعبود الأسد ماحس، كما اعتبرت في هليوبوليس كابنة لآتوم، وطبقا لنصوص أخرى فتعد كابنة للمعبودة نفرتم، كما إنها مذكورة في بعض النصوص على إنها أم أبونيس. اعتبرت باستيد في عهد المملكة المصرية القديمة بالمعبودة حتحور هاتور، وكانت تعبد في منفس المعبودة سخمت. وفي عهد الأسرة الوسطى كانت تمثل بالإله موت. كان الناس يربون القطط في البيوت، وعند موت قطة
عبر صاحبها عن حزنه بحلق جفني عينيه بحسب ما كتبته هيرودوت. بدأت عبادة باستيد في عهد المملكة المصرية القديمة في منفس، ثم انتشرت عبادتها في جميع أنحاء مصر، وقد ازداد تقديسها أيضا في العهد الإغريقي والروماني. وكان تحنيط جثث القطط منتشرا على وجه كبير، فكان كهنة باستيد يربون القطط ويقدمونها للناس بغرض التضحية بها، وعندما يشتري أحد الناس قطة منها قام الكاهن بقتلها، ثم تقوم مجموعة من الكهنة بتحنيطها على النحو الذي يحنطون به الإنسان، وبحسب ما قام المشتري بدفعه يسلم الكهنة مومياء كبيرة أو صغيرة فيقوم بتجهيز مقبرة لها. كانت تلك ضحية للإله باستيد. ولكي يرضي أحد الناس الإله باستيد في تكريم خاص كان يشتري عدد من القطط، وقد أجري حديثا فحص بأشعة إكس على مومياوات قطط عثر عليه في مقبرة كبيرة في وادي الملوك. فوجئ أن نحو ثلث المومياوات كان لا يحتوي على قطة محنطة، ويحتوي فقط على عدة عظام. ولا يعرف الباحثون حتى اليوم عما إذا كان الكهنة يغشون الناس أم قل وجود القطط في بعض الأوقات. وكان قتل القطة خارج مكان العبادة من غير الكهنة جريمة قد يعاقب عليها من يقوم بذلك عقوبة شديدة.